مية مية للنقاب. من برنامجنا صوت الحياة النهاردة شخصية جميلة جات لنا المنصورة، نقيب الفلاحين النقيب العام أبو صدام. يا باشمهندس جلال، كل سنة وانت طيب ومنور الدنيا، وحضرتك طبعا المنصورة دي بلدنا وانت ضيف عندنا النهارده بس منورنا. كل سنة وانتم طيبين. أنا اللي سعيد بيكم النهارده إن شاء الله، يعني ربنا يدوم المحبة ويدوم التفوق والازدهار لنقابة المنصورة دايما يا رب. قول لنا كلمة بقى النهارده وانت جاي تقول لا للإدمان. بنقول طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لي اسمك قلت فخر، قالوا لي بيتك قلت قصر، قالوا لي بلدك قلت مصر، فتحيا مصر برجالها الشرفاء. الاسماء انا اديتها للاستاذه احنا كلنا اجي معاكم، اجي لكم، جاي لكم معاها بحب البلد دي. مفيش حاجه اسمها ادمان عندنا. الادمان دي ناس يعتبر ما عندهاش امل، عندها يأس من الحياه، بعيده عن الدين، بعيده عن المجتمع بتاعنا. دول رغم انهم اولادنا لكنهم طبعا قله قليله بعدوا عن التعليم. انا طبعا ما بلومش الاباء والامهات، لان التربيه ساعات بيبقى فيها توفيق من ربنا. ولك إذ لم تصادف في بنيك عناية فقد خاب الراجي وكذب المؤمن، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فساعات التربية ما بتجيش على هوى الأب والأم. لذلك إن أنا بطالب الدولة ومؤسساتها إن هي تحارب الإدمان بكل صوره، وخاصة يعني منابع الإدمان وأماكن الفساد والإفساد اللي موجودة، اللي يعني بتغري شبابنا ان هم ينضموا ليها بحجه ان هو يبقى راجل، يبقى مغيب عن الوضع، عايز ينسى الكلام اللي بنسمعه ده. لازم يبقى العلماء والمثقفين يعملوا حاجه يوعوا الناس دي. الادمان ما بيغيبكش بقدر ان هو بيهدمك ويهدم اسرتك ويحطم حياتك. لذلك انا بقول لشبابنا انتبهوا، مفيش حاجه اسمها ادمان يخليك راجل او تنسى. انت ما بتنساش حاجه، انت بتدمر اسرتك. فارجاه ان انت قبل ما تعمل حاجه زي كده تبص لابوك وامك واخواتك، تبص لبلدك. انت بتسيه لينا كلنا. فيا ريت اي حد مدمن كمان ما يتكسفش، لازم يتعالج. لان في الادمان ده انواع كتيره جدا، مش لازم هو مخدرات، ده ممكن يكون مدمن حتى ولو التدخين. في ناس عندنا مثلا فلاحين مدمنين الشاي مثلا، انا بقول لهم خدوا شويه من الشاي، وخاصه السكر غلي بتوع المنصوره. وكل سنه وانتم طيبين. ومعانا المستشار جابر مصطفى، طبعا تبع النقابه وحد جميل وحد كلنا بنحبه. تقول ايه النهارده وانت بصحبه ابو صدام؟ اقول انا سعيد جدا ان انا موجود جنب اخواتي النقيب العام الحاج حسين ابو صدام، مش ابو صدام كده. انا بقى بقول ابو صدام. انا سعيد ان انا موجود النهارده في وسط اخواتي واصحابي وزملائي في نقابه الفلاحين. وانا بشكر الحاج حسين وسعيد موجود منور الدنيا النهارده ومنور المنصوره. بمجرد ما وجهت له الدعوه، على فكره انا اللي داعيه، وبمجرد ما وجهت له الدعوه قال لي ايه موضوع المؤتمر. قلت له مؤتمر لا للارهاب. قال لي لا ده موضوع مهم جدا وانا جاي. وبرغم ان مشاغله كتيره، الراجل جاي من المنيا مخصوص، من المنيا يعني مئات الاميال من الكيلوات من الكيلومترات قطعهم عشان يجي هنا. نقول تحية اهل المنيا وناس المنيا الحلوين منورين الدنيا. سعيد جدا ان انا كمستشار نقابه الفلاحين، فانا سعيد جدا ان انا موجود هنا في وسطكم. لا 10 على 10. هو انت منين؟ يعني ما تبقي انت بتتكلم، لما يكون واحد بيتكلم المفروض ما تتكلميش يعني. وكل سنه وانتم طيبين وشكرا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك عرفنا بنفسك النهارده وانت جاي بصحبه ابو صدام واغنيه عروسه النيل وراك المحافظه بحالها. اعرف نفسي دكتور محمود قنديل، سفير مصر في سلطنه عمان سابقا، وحاليا النقيب العام للنقابه العامه للفلاحين بمحافظه الدقهليه. وطبعا احنا جينا بناء عن دعوه من السيد المستشار جابر مصطفى. من البلد بقى. نعم؟ ابن البلد. بس مش عايز اقول. وكل سنه وانتم طيبين ومنورين المنصوره. وحضرتك شاكر أمنه مسؤول الامن القومي والاتصال السياسي بالنقابه العامه للفلاحين بمحافظه الدقهليه. ومستشار محمود كامل ما جاش ليه؟ حضرتك المهندس جلال رسلان. تعالى اتفضل. تعالى اتفضل.
انا ما قلتش حاجه، انا كنت هاخد كده خلاص بالظبط. مش مشكله عادي عادي تمام. حضرتك تحب تقول حاجه النهارده للنقابه؟ طيب توكلنا على الله ماشي. وطبعا حاج من عصام النقابه عيد محمد محافظة المنيا، راجل أعمال وأمين عام محافظة المنيا في نقابة الفلاحين. النهارده بشكر المنصورة وأهل المنصورة على هذا اللقاء الجميل وعلى هذا المؤتمر الرائع والتوعية للشباب جميعا. انتم منورين الدنيا والمنيا والمنصوره كلها بلاد الله الله، يخليك. وانتوا هنا منورين الله المنصوره يخليك. ارض. الله يخليك. وحضرتك زكريا الشناوي رئيس لجنه العلاقات العامه بالنقابه العامه على مستوى الجمهوريه. منور الدنيا، واحنا طبعا اصحاب من انت حضرتك زمان. انت وكل منوره سنة وانت طيب. والمنصوره ناس اهل محترمين. ربنا يبارك. شكراً. واخويا كمل خليك وياه. ومعانا طبعا اخويا وصاحبي من سنين، وكل سنه وانت طيب. الله يبارك فيك يا استاذ عرفنا بقى وقول للناس من انت. نجيب محمدي حسن، مركز السنبلاويه محافظه الدقهليه، ورئيس قطاع شرق الدلتا لنقابه الفلاحين. طبعا احنا بحضورنا النهارده ندوه حول مكافحه الادمان في مكتبه مصر لمحافظه الدقهليه، وكانت الندوه بتدور حوالين توعيه اولياء الامور والشباب علشان الادمان. طبعا احنا الادمان ده دور كل مواطن لازم يقوم بدوره، بيبدا من دور الام والاب من داخل البيت، متابعه الاولاد والحفاظ عليهم. كل ابن، كل ست، كل راجل مسؤول عن بيته يتابع اولاده، ابنه بيعمل ايه بيتحرك ازاي، مصاحب مين، بيمشي مع مين، عشان نقدر نحافظ على اولادنا ونحقق ان يبقى عندنا شباب كويس. وهنا انا بوجه نداء للسيد وزير الشباب والرياضه، بنقول ان دور الشباب او الادمان الاصول وزاره الشباب والرياضه، تبقى الوزاره هي الوزاره الراعيه لعمليه الادمان، ويبقى لها دور من خلال الثقافه ومراكز الشباب، ومن خلال وزاره الشباب والرياضه يبقى لها دور كبير لمتابعه الشباب عن طريق النوادي ومراكز واحنا الشباب. سعداء بكم، سعداء شكراً، بنقابه وكل الفلاحين. سنه وانتم طيبين.